أصحاب التمباك والشمة والسويكة والمعسل والشيشة الإلكترونية والسيجارة الإلكترونية، الصورة اللي بتشوفونها أبلغ رسالة، ما بعدها صورة مؤثرة أبد. ترى هم كانوا طيبين ما فيهم شيء، كل اللي شفت صورهم كانوا مدخنين وكانوا عايشين على أمل أنه ما مصاب بالسرطان. وترى بعض الناس يا إخواني يقول أنا ماني مصاب بالسرطان وأنا توي شباب، إذا كبرت إن شاء الله بطل. هذه كلها يا إخواني حيل إبليسية شيطانية. يا أخي الغالي، يا مدخن، يا مشيش، يا حبيب الغالي، ترانا نغليك ونحبك ونبيك الخير، وهذه الرسالة لك. يقولون طبيا إذا كان عندك تقرحات في الفم أو في اللسان، أو عندك تورمات في الرقبة، أو التهابات الأذنين مع الأسنان، وقوع في الأسنان، عندك مشاكل في القصبة الهوائية، بحة في الصوت، عندك نزيف دم أحيانا إذا تقوم الصباح، عندك كحة بشكل مستمر، انتبهوا أخوك، هذه كلها لا قدر الله قد تكون بوادر الأورام. وش الخيار؟ ما لك خيار إلا أنك تبطل، وأنت الربحان. ترى والله أعظم موسم يا إخواني هو موسم رمضان. يا جماعة أنا عشت مع كثير من الشباب اللي قابلتهم وكانوا مدخنين، والله يقول يا شيخ إن شفنا الحياة الحلوة يوم تركنا الدخان، والله ارتحنا نفسيا. القلق هذا والرعب والخوف من الأورام والموت يقول تلاشى عندنا الحمد لله، صرنا الآن مثل الناس العاديين. ترى المدخن دائما يعيش في قلق. فيا أخي الغالي، الطريق مسكر، الطريق مسدود، ما لك إلا خيار أنك تعود إلى الله جل وعلا. واعلم أن الله جل وعلا حرم هذا الشيء، قال جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم، والله جل وعلا يقول ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، ويقول الله جل وعلا ولا تقتلوا أنفسكم. ترى أنت تقتل نفسك. الله يعصمكم من المدخنين، وجعلنا إن شاء الله نشوفكم بعد رمضان أقلعتوا تماما عن التدخين.